بداية أتوجه بالتحية لجميع المتابعين عندي في هذه القناة، قناة إسماعيل بويعقوبي، وأطلب منكم إذا تفضلتم مشكورين تفعيل زر الاشتراك لكي يصلكم كل جديد. سأتفاعل هذه المرة مع الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي انطلقت اليوم السبت 7 شتنبر 2024. بعد ساعات من فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين، بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة 4.56% داخل البلاد، وهي بطبيعة الحال عند حدود الساعة 10 صباحا، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع حجم الكتلة الناخبة. وهذا إن دل فإنما يدل على ما يمكن أن نسميه بالعزوف العقابي. على المستوى الخارجي تم تحديد النسبة في 14.50% في منافسة يخوض غمارها 3 مرشحين، يبقى أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، والمدعوم بقوة من قبل المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي بالجزائر. الرئيس عبد المجيد تبون كما أشرت يدخل هذه الانتخابات وهو شبه متأكد من الفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات، في انتخابات كما قلت لا يواجه فيها منافسة تذكر. تبون بطبيعة الحال يواجه بين قوسين منافسة من قبل مرشحين، أحدهما ينتمي للتيار الإسلامي المعتدل، لكن أي منهما لا يعارض بجدية المؤسسة العسكرية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها هي التي تسير الأمور في البلاد منذ ستينيات القرن الماضي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.